جوه كل عضلة في جسمنا في عالم تاني خالص، عالم معقد وشغال طول الوقت، عالم مليان أسرار عن القوة والنمو. في الشرح ده هنفتح الباب على العالم ده ونكشف أسراره. سؤال ممكن يبان بسيط، بس الحقيقة إن إجابته هتاخدنا في رحلة لجوه، رحلة دقيقة جداً. يعني فكروا فيها كده، إزاي قطعة لحم بسيطة بتتحول بالتدريب لحاجة قوية وصلبة بالشكل ده؟ إيه اللي بيحصل جوه بالظبط؟ طيب عشان نجاوب على السؤال ده لازم نغوص في التفاصيل. يلا بينا ندخل جوه العضلة نفسها ونشوف الآلة المذهلة دي بتشتغل إزاي. بصوا تخيلوها معايا كده، الموضوع عامل بالظبط زي العلب اللي جوه بعض. بنبدأ بالعضلة الكاملة اللي شايفينها من بره. لو فتحناها هنلاقي جواها مجموعات أصغر اسمها الحزم العضلية، وكل حزمة من دول مكونة من آلاف الألياف العضلية اللي هي الخلايا نفسها. ولسه ما خلصناش، جوه كل ليفة في بقى المحركات الصغيرة خالص اللي بتعمل الشغل كله، ودي اسمها الليفات. هي دي الجزء اللي بينقبض فعلا. ودول بقى يعتبروا فريق الدعم الفني جوه الخلية. الميتوكوندريا دي هي محطات توليد الطاقة، والشبكة الساركوبلازمية دي المخزن اللي بيطلع الكالسيوم عشان الانقباض يحصل. بس البطل الحقيقي هنا واللي بيخلي الخلايا العضلية حالة خاصة هو وجود أنوية متعددة. أنوية كتير معناها مصالع أكتر لبناء البروتين، يعني قدرة أكبر وأسرع على النمو والإصلاح. تمام كده، إحنا فهمنا التركيب الداخلي. بس السؤال الأهم، إيه أصلاً اللي بيخلي العضلة تقرر إنها تكبر؟ طلع إن في 3 إشارات رئيسية لازم توصل للعضلة عشان تبدأ عملية البناء. ده هو الأساس. التوتر الميكانيكي هو المحفز رقم 1 والأهم. لما العضلة بتحس إن عليها مقاومة وحمل تقيل، دي بتكون أوضح إشارة ليها إنها لازم تبقى أقوى وأكبر عشان المرة الجاية تقدر تشيل الحمل ده بسهولة أكتر. كلنا أكيد عارفين الإحساس ده في الجيم، البامب أو الحرقان الشديد. ده مش مجرد إحساس بالتعب وخلاص، لأ، دي عملية كيميائية قوية جدا بتحصل. تراكم المواد دي جوه الخلية بيخليها تسحب مية وتنتفخ زي البالونة، والانتفاخ ده في حد ذاته إشارة قوية جدا للخلية إنها لازم تكبر. كلمة تلف ممكن تخض شوية، بس هنا إحنا بنتكلم عن تلف إيجابي ومتحكم فيه. التمزقات الصغيرة جدا دي، خصوصا اللي بتحصل في الجزء السلبي من الحركة وإحنا بننزل بالوزن، دي بتشغل جهاز الإنذار في الجسم، فبيبدأ فورا يبعت فريق الصيانة عشان مش بس يصلح، لأ، ده يبني العضلة أقوى من اللي كانت عليه. إذن دلوقتي بقى عندنا 3 إشارات واضحة: ضغط، حرقان، وتلف. السؤال بقى، مين اللي بيستقبل الأوامر دي وبينفذ الشغل على الأرض؟ هنا بيجي دور الأبطال المجهولين في قصة النمو العضلي. بنقدم لكم الخلايا الساتلية أو الساتلايت سيلز. فكروا فيهم على أنهم فريق الطوارئ وإعادة الأعمار الخاص بالعضلات. هي خلايا نايمة في مكانها، مستنية بس إشارة الخطر عشان تصحى وتدخل تنقذ الموقف. والعملية دي بصراحة عبقرية. لما الإشارات دي بتوصل، الخلية الساتلايت بتصحى من نومها وتروح لمكان التلف وتندمج مع الليفة العضلية، ومش بس بتصلحها، دي بتقدم لها هدية قيمة جدا، النواة بتاعتها، يعني بتديها مصنع جديد لإنتاج البروتين. فالعضلة مش بس بتصلح نفسها، دي بتزود قدرتها على النمو في المستقبل. دي نقطة جوهرية. سؤال مهم، هل كل النمو العضلي شبه بعض؟ بمعنى تاني، هل العضلة الأكبر حجماً هي بالضرورة العضلة الأقوى؟ الإجابة ببساطة هي لأ. وده بياخدنا للفرق بين نوعين أساسيين من التضخم العضلي. النوع الأول اللي هو تضخم اللويفات، ده بيخلي العضلة أكثف وأقوى فعلا لأن عدد المحركات نفسها بيزيد. النوع الثاني تضخم الساركوبلازم، ده بيكبر حجم العضلة عن طريق زيادة السوائل ومخازن الطاقة اللي جواها زي الجلايكوجين. وده بيفسر ليه ممكن نشوف أجسام رياضيين ضخمة جدا لكن مش بالضرورة تكون بنفس قوة رفع الأثقال اللي عضلاتهم أكثف. وهنا في معلومة مهمة جدا ممكن ناس كتير ما تكونش عارفاها. حوالي 20% من كتلة العضلة أصلاً عبارة عن أنسجة ضامة، يعني الأغلفة اللي بتحوط الألياف والحزم العضلية. والأنسجة دي كمان بتنمو وبتتكيف مع التمرين وبتساهم في الحجم والقوة الكلية للعضلة. طيب بعد كل العلم ده، إزاي نترجمه لحاجة عملية نقدر نعملها في الجيم؟ يلا نربط كل اللي فات ده بالتطبيق العملي ونشوف إزاي عدد التكرارات اللي بنلعبها بيأثر مباشرة على نوع النمو اللي بنحصل عليه. الموضوع هنا واضح ومباشر. لو الهدف الأساسي هو القوة الخالصة، يبقى الأوزان التقيلة والتكرارات القليلة هي الاختيار الأمثل، لأنها بتحقق أعلى مستوى من التوتر الميكانيكي. أما لو الهدف هو الحجم العضلي، فالتكرارات المتوسطة من 6 ل 12 بتعمل التوازن المثالي بين التوتر الميكانيكي والإجهاد الأيضي. ودي بقى الآلية السحرية ورا نطاق تكرارات كمال الأجسام. الإجهاد العالي في المدى ده بيخلق كمية كبيرة من اللاكتيت. اللاكتيت ده بيشتغل زي المغناطيس، بيسحب المية لجوه الخلية. الضغط اللي بيحصل على جدار الخلية من جوه ده بيكون إشارة قوية جدا ومباشرة لبدء عملية بناء البروتين فوراً. ودي لمحة سريعة كده عن تقنية للمستويات المتقدمة بتلعب على نفس المبادئ دي.
عن طريق إننا نقيد تدفق الدم بشكل آمن، بنجبر العضلة إنها توصل لمرحلة الإجهاد الأيضي والحرقان بسرعة رهيبة حتى لو بنستخدم أوزان خفيفة جدا، وده بيفتح الباب لطرق جديدة تماما لتحفيز النمو العضلي. طيب كده كل الأوراق بقت واضحة، فهمنا التشريح وفهمنا المحفزات وفهمنا آليات الإصلاح والبناء. السؤال الأخير مش موجه ليا، السؤال ده موجه لكل حد بيتابع الشرح ده. دلوقتي بعد ما كل الأسرار دي بقت معروفة، إزاي هترسم خريطة النمو الخاصة بيك؟